ولدت جاكلين سابوريدو بمدينة كاراكاس الموجودة بفنزويلا، وتحديداً ولدت ب20 سبتمبر 1978، وهي البنت الوحيدة لأبوها أماديو سابوريدو، وهو رجل أعمال ناجح، وإمها روزاليا. إمها ربة منزل بتهتم بجاكلين، وكانوا مبسوطين كلهم مع بعض. حياتهم كلها حب وحنان وطاقة إيجابية، خصوصاً إنه أهلها ما قصروا معاها لجاكلين بشي، يعني ما حرموها من أي شيء، خصوصاً إنه أبوها كمان رجل أعمال، يعني حالته المادية منيحة، فهو فعلياً ما كان مقصر معها. حتى عائلة إمها وأبوها العائلتين كانوا متفقين مع بعض، الأقارب دائماً كانوا حوالين لجاكلين، فكانت هي محاطة بالاهتمام من كل النواحي. ومثل ما بتعرفوا لما الولد بينشأ بعائلة مليانة فيها ناس وفيها أخوال وفيها عموم ومن هالكلام كله، أكيد الولد رح يطلع اجتماعي، يعني بحب الناس وبحب الجمعات، وخصوصا جمعات العائلية. كبرت جاكلين وبلشت تهتم بالسباحة، وصارت كمان تهتم بالرقص. هلأ سبحان الله ما في شيء كامل، لأنه بعمر المراهقة أهل جاكلين انفصلوا عن بعض، فطالما هلأ إما عايشة لحالها وأبوها كمان عايش لحاله، قالت أحسن شيء إنه أختار أعيش مع أبوي. صحيح هي كانت بأول فترة زعلانة إنه إمها وأبوها انفصلوا عن بعض، بس بالآخر تقبلت قرارهم وحاولت إنها تعيش حياتها بشكل طبيعي قدر المستطاع. فمثل ما قلت لكم لما هي اختارت إنه تعيش مع أبوها، فصارت تلتقي بإمها، بس الأيام اللي بتشوف فيها إمها كانت كتير قليلة. فطول ما كانت جاكلين عايشة مع أبوها رجل الأعمال، هذا الشيء خلاها تنجذب لإدارة الأعمال، وهي طول عمرها كانت تحلم إنها تكبر شغل أبوها بكرة بس تكبر. وفعلا من بعد ما تخرجت من الثانوية درست الهندسة الصناعية. بهالوقت بلشت تتعلق بالمدينة اللي هي ربيت فيها، بس طموحها كان أكبر من الشيء اللي هي بتحبه، لأنها بدها تصير شخصية ناجحة. طبعا بدها تصير شخصية ناجحة مو بس على نطاق فنزويلا، لا، بدها تصير ناجحة بالعالم كله. ومثل ما بتعرفوا الإنسان الناجح لازم يكون عنده خبرة بكل شيء، وأهم شيء اللغة الإنجليزية. فتركت الجامعة هون، يعني ما كملت بهندسة الصناعية، تركت الجامعة وبلشت تركز على دراستها للغة الإنجليزية. جاكلين من بعد ما خلصت دراستها قالت أحسن شيء إنه أنا أسافر على أمريكا علشان أتقن اللغة منيح. وفعلا سافرت ب1999 لأمريكا. كانت مفكرة أنه هي بدها تسافر لهناك تتعلم اللغة، وبنفس الوقت سياحة، كمان بدها تتعلم ثقافة الشعب الأمريكي وكيف بعيشوا وكيف تقاليدهم. فأول ما وصلت على أمريكا كان في عندها هدف واحد، إنها ترجع على فنزويلا وهي متقنة للغة الإنجليزية. هلا أول ما وصلت بلشت تتكون أصدقاء، لأنه مثل ما قلت لكم هي بنت اجتماعية. كمان بلشت تحضر كورسات إنجليزي، تتعرف كمان على جيرانها يلي جنبها. بس للأسف حلمها لجاكلين ما رح يتحقق، لأنه خلال رحلتها حياتها أخذت منعطف قاسي كتير غير لها حياتها للأبد. ب 19 سبتمبر 1999 جاكلين طلعت مع أصدقائها لحتى تحتفل بعيد ميلاد واحد من هالرفقات. فبالمدينة يلي كانت فيها بأمريكا أوستن تكساس، طلعوا كلهم لحتى يسهروا وينبسطوا سوا. السهرة كانت حلوة كتير، الكل كان مبسوط والكل كان عم بيشرب. من بعد ما احتفلوا بالمكان اللي كانوا قاعدين فيه، طلعوا من الحفلة طبعا وركبوا بالسيارة. ركبوا بسيارة واحد اسمه ريجي، فالكل كان مبسوط وعم بيضحك، اللي عم بيغني، اللي عم ترقص، الكل كان مستمتع بسيارة ريجي. وريجي نفسه كان كمان عم بيغني ومبسوط، وكمان كان شارب مثل رفقاته. وهن على الطريق ريجي طبعا مثل ما قلت لكم هو كان عم بيسوق سيارته وكان طاير طيران. والمشكلة إنه لما شاف حاجز خرساني قدامه ما كان قادر يضغط على البريك، وفاتت السيارة بالحاجز. بثواني السيارة بلشت تحترق، وجاكلين وأصدقائها كل الناس اللي موجودين جوا السيارة
هلأ علقانين فيها ومو عارفين كيف بدهم يطلعوا. بعد كم دقيقة كل واحد منهم حاول إنه يطلع من السيارة. كل اللي قدر يطلع من السيارة صار في معاه إصابات خفيفة، بس لسوء حظها لجاكلين إنه هي الوحيدة يلي علقت جوات السيارة. فوراً أسعفوا جاكلين على المستشفى بالهليكوبتر. كانت مصابة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بأكثر من 60% من جسمها، خصوصاً وشها. فتحولت ملامح جاكلين الحلوة والبريئة لملامح مشوهة. وهذا الحادث بيخلينا نعرف قديش هالدنيا مو مستاهلة، وإنه بغضون ثواني قليلة ممكن كل شيء إحنا عم نخطط لإله ونحلم فيه كمان نخسره بثانية واحدة. حياة جاكلين من بعد هذا الحادث ما كانت بتشبه أبداً الحياة اللي كانت هي بتحلم لها واللي بتخطط لها، خصوصاً من بعد ما فاتت على المستشفى، لأنه حياتها بأول كم يوم كانت كتير خطيرة بسبب خطورة الشيء اللي كانت هي عم تمرق فيه، وحساسية حالتها كمان كانت بحاجة لأكثر من عملية جراحية خطيرة وحساسة ومكلفة كمان. أبوها وأمها طبعا لما عرفوا بالحادث فورا راحوا على أمريكا وضلهن جنبها عم بيساعدوها بكل شيء بيقدروا عليه. تخيلوا أنه أبوها أنفق تقريبا 5 ملايين دولار أمريكي على العمليات بس. وضلوا أبوها عم بيساندها وضلوا معاها طول سنوات حياتها من بعد ما تشوهت. ضلوا يتكفل بكل العمليات يلي بتساعدها إنها تتحسن وتخليها بشكل أفضل، خصوصاً في عمليات ضرورية إنها تنعمل، خصوصاً عملية عيونها. غير العمليات اللي ساوتهم بوشها أو بجسمها، كمان كانت هي بحاجة لعلاج نفسي لتتخطى هذا الحادث الأليم اللي صار معاها وتقدر تواجه الناس هلأ بشكل الجديد. هذا الشكل يلي ممكن أي حدا يشوفها فيه أكيد رح يشفقوا عليها، وفي ناس أكيد بس يشوفوها بهذا الشكل رح يخافوا منها. هلأ جاكلين كانت بنت كتير قوية، مع كل الأشياء اللي صارت معاها قدرت تثبت للناس إنه الحياة ما بتوقف هون، رح ضلي مستمرة ورح ضلي شجاعة، وقدرت إنها تواجه كل الناس وما اهتمت لشو بيقولوا عنها. كمان بلشت تحذر الناس من إنهم يسوقوا السيارة وهن شربانين. بلشت تقعد بجلسات وتحكي عن خطورة السواقة تحت تأثير الكحول، وخلال هالجلسات كان في مثال واحد بس وهي حالة. فلما كانت تعمل هالجلسات تقولهن ما في داعي لكم مثال، خلص انتو شايفيني أنا المثال بعينه. جاكلين كان بدها كمان تكون رمز للقدرة على البقاء على قيد الحياة رغم كل الظروف. رفضت إنها تكون الضحية واختارت إنها تكون الناجية. بعد أكثر من 120 عملية ساوتهم وجلسات نفسية كمان وجلسات إعادة تأهيل، جاكلين صارت قادرة هلأ إنها تعتمد على حالها بالمهام اليومي بدون مساعدة أي حدا حتى أبوها. وبلشت تتقبل ذاتها، يعني خصوصا لما بتوقف على المراية شافت وحدة تانية ما بتعرفها أبدا. بس مع هيك بطلت خجلانة من التشوه اللي صار بوشها. يعني التشوه اللي صار بوشها صارت تحسه إنه هذا دليل على المعركة الصعبة اللي هي مرقت فيها. بالرغم من صعوبة اللي مرت فيه إلا إنها قدرت تسامح ريجي الشاب اللي كان عم بيسوق السيارة واللي ما شاف الحاجز وفات فيه. بسنة 2001 تم إدانة ريجي بارتكابه لجريمتين، الأولى القتل الغير عمد، والثانية القيادة تحت تأثير الكحول. وتم الحكم على ريجي بالسجن لمدة 7 سنين. رسالة جاكلين وصلت لكل العالم لما تواصلت مع المنصات العالمية لتحكي قصتها. بلشت تحذر من القيادة تحت تأثير الكحول، فجاكلين كانت واثقة إنه يلي صار معاها هو حافز لإلها لحتى تغير المجتمع، وبالفعل هذا يلي صار.
صارت شخصية دولية معروفة بمكافحة الكحول أثناء القيادة، وكمان صارت تشتغل بدون كلل أو ملل لحتى تنشر الوعي وتغير القوانين، خصوصاً إنه كمان وزارة النقل بتكساس اعترفت بجهود جاكلين العظيمة. علشان هيك عينوها سفيرة لحملتهم لسلامة الطرق. بلشت جاكلين تسافر حول العالم تشارك تجربتها لحتى توعي الناس تفرجيهم وشها، فصارت هي مثال للعديد من الحملات، وظلت جاكلين أسطورة بتذكر العالم بخطورة اتخاذ قرار خاطئ بدون وعي. والقرار الخاطئ مثل ما قلت لكم إنه الواحد بيسوق السيارة وهو شارب. جاكلين إنسانة جبارة قوية كتير، قدرت تحول تجربتها بالرغم من قساوتها لعطاء وأمل. بس للأسف خلال رحلتها كسفيرة عالمية حياتها الصحية بلشت تتدهور، انصابت بالسرطان. مع هيك ما كانت يأسانة من أي شيء، كل شيء مرت فيه ضلوا عم بيعطيها حافز وقوة أكتر، حتى إنها بلشت تتعالج من السرطان وما فقدت الأمل ولا لحظة، واستمرت بحملات التوعية. بسنة 2019 توفت جاكلين بعمر 40 سنة. ماتت من بعد ما تركت وراها أثر عظيم مستحيل ينتسى. يعني هاي القصة بتخلينا نصير أقوياء أكتر. يعني الحمد لله إحنا الله عطينا كل شيء، فليش ما نصير أقوياء؟ يعني ما في داعي صراحة نصير معنا حادث مثل هيك لحتى نصير أقوياء. فالحمد لله على نعمة الصحة والعافية، في عنا نعم كتير لازم نشكر الله عليهم ولازم نكافح. يعني شوفوا جاكلين رغم كل شيء مرقت فيه ولسه كانت مصرة على الحياة. وخدوها مني يا جماعة الخير، حبوا الحياة، الحياة بتحبكن. فقد ما كنتوا عم تمروا بمشاكل صحية، نفسية، اجتماعية، مادية، من أي شيء من الكلام اللي أنا قلت لكم إياه هلأ، لازم تطلعوا على الجانب المضيء، ولازم تتأكدوا إنه أكيد النهاية حتكون سعيدة. وتذكروا دائما إنه أنا أو أنتوا أو أي حدا سعيد بتشوفوه قدامكم أكيد هو عم بمر بظروف مختلفة بالحياة، أكيد صعبة عليه. فما في حدا عايش الحياة المثالية، ومثل ما بتعرفوا الحياة المثالية إن شاء الله بتكون بالجنة، وإن شاء الله تكون الجنة من نصيبي ومن نصيبكم. أهم شيء نكون محسنين الظن بالله ونصلي ونتوكل على الله ونعمل اللي علينا. لا تنسوا هلا تخافوا اللايك، تلعبوا السبسكرايب، تكتبوا لي كومنت بيسحر مثلكم. ولا تنسوا يا جماعة كمان نحاول نخلي كمان هالقناة توصل ل 300,000 مشترك إن شاء الله بهالسنة.